فهمت ان انا لازم ابقى انانيه في اختيار نفسي، وانا من جوايا عارفه ان الناس دول مش شبهي، وخصوصا الناس اللي احنا بنقراهم من اول مره كده اللي هم دول محور حياتهم الحوارات. هدخل نفسي معاهم هلاقي نفسي ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا عماله بنجرف. فاختيار نفسنا في الموضوع ده اهم بكتير قوي من ان انا يبان شكلي ان انا انانيه ما بفكرش في الا في نفسي وان انا متكبره. ساعتها راحتي النفسيه اهم بكتير من اللي هيقولوه. وحتى لو هبقى وحيده ومش هلاقي معايا حد علشان الكل مش تبعي، ف اتس اوكي شويه وربنا هيبعت لنا ناس عادي، يعني الحياه خد وهات. بس الخلاصه ان من الاول لازم ابقى عارفه ان مش اي حد معاه استحقاقيه التعامل معايا، والله ما بينقذ الانسان الا ان هو يحط لنفسه حدود، وان هو يحط قيمه لنفسه حقيقيه. بس ادركت اني عشان اكون انسانه كويسه لازم اكون بعرف اشكر. فكره ان الواحد يذكر نفسه دايما بكلمه الحمد لله ويشكر ربنا على كل نعمه، وان هو يشكر اهله على كل حاجه بيعملوها عشانه، حتى لو في خناقات وفي صراعات مع الاهل فيفضل يشكرهم. ويشكر الناس اللي حواليه حتى على الحاجات البسيطه، حتى لو قدموا لنا وقت يسمعونا فيه نشكرهم عليه. الموضوع ده بيرفع جدا من قيمتنا في قلوب الناس اللي بنحبهم وبيحبونا، وفي نفس الوقت ده بيفضل شايل جمايل انتوا مش متخيلينها. يعني وبيبقى حاجه بسيطه، كلمه او هديه بسيطه بتبين قد ايه مدى امتناننا لاي حاجه اتعملت عشاننا واي نعمه احنا اتحطينا فيها. وده على عكس لما اكون معترضه ومكشره ومبينه قد ايه اللي هو انا كاريزما ومش اي حد يتعامل معايا، وما ينفعش ان انا اشكركم، ما ينفعش ان انا ابين ان انا مبسوطه بالحاجه اللي جات لي دي علشان لو بينت كده هيبان ان هو انا هبله وعبيطه وبتراضى بسرعه. لا، لا. لما بنشكر الناس اللي حوالينا وبنشكر ربنا فعلا على الحاجه دي بنبدا نحس بمعاني انسانيه جوانا كده فعلا كانت فايتاني والله. وده بينقلنا لنقطه اني اكون انسانه بشوشه، دايما بضحك في وش الناس بيحبوا يتكلموا معايا علشان مش انا الشخص اللي بديهم طاقه سلبيه واكون شكايه معاهم. وعادي وقت كده ووقت كده، بس الاكثريه ان انا بحب احول حتى لو الحاجه اللي بحكيها مأساويه فانا بحب اخليها فاني علشان ما ازهقش اللي قدامي، وعلشان انا مدركه ان اكيد اللي قدامي اللي بيسمعني ده عنده حاجات برضو منكده عليه حياته. فبالطريقه دي بهون على نفسي وعلى الناس وبحافظ على العلاقات الانسانيه اللي انا عاملاها، لان فعلا وجود الناس الصح معانا بيخلينا نسخه احسن بكتير من نفسنا.